في اخبار حلوه كتير وافراح كتير اليومين دول في الوسط الفني، زي جواز منة شلبي والمنتج احمد الجنايني، كمان فرح احمد جمال والمطربه فرح الموجي. الممثله التونسيه كمان دارين حداد اتجوزت واحد من خارج الوسط الفني، هايدي موسى اتجوزت الاعلامي محمد غانم، حاتم صلاح كمان اتجوز وبعدها طلع على العمره. حمدي المرغني واسراء رجعوا لبعض. كمان الممثل حسان العربي كان بيحتفل بفرح بنته. رجوع سلام اللي كان ترند رقم واحد امبارح. احمد العوضي كمان علق على فيديو المسن بتاع السويس وقال ان العيب على الناس اللي واقفه. محمد رمضان بيقول لما قرب من عيلة ترامب حس قد ايه هم بيحبوا المصريين، بس الحب ده مش واصل للناس. هنادي مهنا بتقول ان اوحش فستان السنه دي في الجونه لونه موف. ايوه، قصدها مين في دول بقى؟ قصة حب إليسا ووائل كفوري رجعت تتصدر الترند من تاني، خاصة بقى لما لقوا إن إليسا كاتبة اسم وائل عند قلبها. أحمد مالك خد جايزة أفضل ممثل عن فيلم كلونيا، وهدى المفتي كانت بتحتفل بيه. فضل شاكر سقط عنه تهمتين: الإساءة لدولة شقيقة وتبييض الأموال. إطلالات أحمد سعد اللي دايما بتفاجئنا، بس لا، مش أجمل من إطلالات انتصار. الناس عايزة تثبت بالعافية إن هشام ماجد تجاهل أحمد فهمي في فرح حاتم صلاح. فهمي رد على التعليق ده وقال ما يمشيش معاك إن إحنا كنا قاعدين مع بعض 4 ساعات جوه. نسرين أمين اتسألت عن أمينة بنتها هتدخل الوسط الفني ووالدتها هتبقى الواسطة بتاعتها، قالت لهم أنا أصلا محتاجة واسطة عشان أشتغل.